السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله كلكم بخير وبصحة وسلامة. اليوم بعد غياب طويل جيت لكم، صار لي هواية ما منزلة وصفات، بس قبل العيد قلت ما تصير إلا لازم أنزل لكم وصفة كلش سهلة. طريقة الكعك العراقي خلينا نقول، بس بطريقة يعني غير شكل، طريقة كلش سهلة. وأتمنى قبل ما ندخل بالمقادير تشتركون بالقناة وتنطوني لايك، ومشتاقة لكم هواية. ويلا تعالوا نبدي بالمقادير. عندنا المكونات كلها. شوفوا، عندي 4 أكواب طحين، وعندي ملعقة بيكنج باودر، نص ملعقة خميرة، وملعقة برش البرتقال، وملعقتين جوز الهند، وكوب عصير البرتقال، وكوب زيت، وكوب سكر. وراح اكتب لكم المقادير كلها جوا بصندوق الوصف. وتعالوا هسه نبدي بالعجينة. هسه هنا أول شي راح نخلي السكر والزيت، المواد السائلة خلينا نقول، وعصير البرتقال، وراح نخلطهم كلش زين لحد ما السكر ذوب تماما. ونبدي نخلط كلش زين لحد ما تذوب السكر تماما. عندنا راح نضيف جوز الهند، ملعقتين جوز الهند، وملعقة مبروش البرتقال أو برش البرتقال، ونصف ملعقة خميرة بس. وهم نبدي نخلطها شوية. وهسه نضيف عليها الطحين أنا قلت لكم شقد 4 أكوابة، بس احتاجت مني 5 أكوابة وملعقتين. مرات هيش تحتاج، مرات بس 5، مرات 4.5، يعني كل مرة سبحان الله فتشي تحتاج مني، يعني فتشكل تحتاج العجينة، لأن تعرفون الطحين تختلف أنواعها. فضيفوا بالتدريج. هنا ضفت أني 4 أكواب، وبعدها ضفت بالملعقة حسبتها، خليت كوب وملعقتين همينة. بس انتو خلوا مثلا 4.5، وضيفوا شوية لحد ما يعني تشوفوها تماسكت كلش زين. وهنا ضفت عليها البيكنج باودر همينة، وجبت طحين همينة جاي أضيفها بالتدريج. آسفة جاي أحكي هواية لأن صار لي هواية ما مصورة فيديو. آسفة لأن مشغولة ويا المدرسة والدراسة، على مود هاي ما جاي أقدر أنزل أي فيديو. فجاي تشوفون هسه جاي أضيف الطحين شوية وهم أعجن. قبل العيد قلت أنزل لكم هاي الوصفة لأن هواية سهلة وطعمها خرافي. اللي ما مسوين كليتشة خلي يسوون هاي الطريقة، لأن طريقة تحفة مثل ما يقول إخواننا المصريين. وهنا بديت عجنتها شوية، خليت إيدي زيت وعجنتها. شوفوا شلون صارت حلوة العجينة. إذا تشوفوها تلزق بإيدكم، بس خلي إيدكم بالزيت وعجنوها، هيك تصير قوامها مثل ما تشوفون إيش قد حلوة. والأشكال، الشكل اللي تريدوها تقدرون تخلون الشكل، يعني أي شكل تريدون، مدور، مستطيل، مربع، أو تفتحوها بشيبك وتقصوها، أي شي تريدون تقدرون تسووها. أنا هاي الشكل سويت، وهسه همين أشوفكم شكل تاني هم سويت. شوفوا ايش قد سهلة عجينة ما تتعب. أنا جاي أدوس عليها بعد ما أغمسها بالسمسم، لأن حتى تزق عندي السمسم أكتر. شوفوا فدشي يعني سهل هواية. هو العجينة تكوروها، وبعدها تجيبون السمسم وتغمسوها بالسمسم، وهاي هي، وترصوها بالتبسي. وقبل ما أنسى خلي أقول لكم تقبل الله صيامكم وطاعاتكم إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير ومن العوادة إن شاء الله. وادعوا لنا إن شاء الله قبل ما يخلص رمضان، ولو ما بقى شي يومين بقى، ادعوا لنا الله يتقبل إن شاء الله منا ومنكم. وآسفة على انقطاعي، بس إن شاء الله أعوضها وأجيلكم دائما وأنزل لكم فيديوهات. بس خلي أخلص المدرسة مالتي وأبدي أنزل لكم فيديوهات. شوفوا هنا إجا أبو علي ما جاي يعجبه الرسم مالت الكعك، جاي يرسمهم هو. وهنا إجا يقول يلا خلي لي أنا أساعدك. فسبحان الله، الحمد لله دايما هو يجي يساعدني بكل شي، ودايما يعني وياي بالمطبخ. على مود هاي قناتي اسمها مطبخ أم علي وأبو علي، لأن إحنا دايما كل شي إذا أسوي هو هم يجي يساعدني. الحمد لله. إن شاء الله أنتم هم أزواجكم هيك يساعدوكم
وإذا ما يساعدوكم خلي يجون يشوفون الفيديو يقولوا شوفوا أبو علاوي شلون يشتغل، أنت همين تعال اشتغل. شوفوا هسه هنا يرص لي، بس بعدين هو هسه يكمل لي. أنا ما قطعت الفيديو هنا، قلت حتى تشوفون، أو إذا يشوفون الرياجيل أو إخواننا حتى هم همين يساعدون زوجاتهم أو إخواتهم. هنا يقولوا تعال نسوي غير شكل، قلت له هيك أسوي، قلت يلا خلي التبسي الجاي هيك نسويها. فشوفوا هنا جاي يشتغل أبو علاوي. هسه هنا بديت أكور له وهو يسوي لي. شوفوا، وأنا هم ما يعجب الشغل، ما أعجب شغله، مو ما أنا هم ما أعجب شغله. أقول له مسويه سمين شوية، دوسة وهيجي وهيجي لو كنتوا تسمعون. شوفوا هنا أنا شو اسمه أدوس على الكعك أقول له شوية سويه خفيف، هو يتعصب علي. فبهاي الشكل سوى يعني أقول لكم ب15 دقيقة كل شي كملناه. عجينة تخبل. شوفوا هنا كملناها وراح أدخلها للفرن على 180 درجة تقريبا 50 شنو 35 دقيقة بس، يعني بسرعة لين تخلص بتستوي. وهنا مو سويت أنا، أبو علي سوالي هاي بهاي الشكل، وانتو يا شكل تريدون تقدرون تسووها. هسه بعد ما يطلع الثاني من الفرن ندخل هاي إن شاء الله للفرن. شوفوا بسرعة همين استوت عندنا الكعك، طعمها تخبل. جربوها وما تندمون، خصوصا اللي ما مسويات الكليتشة. هاي أقول لكم 15 دقيقة تاخد العجينة ومن تسوون الكور والأشكال مالتها، ونص ساعة تبقى بالفرن. يعني أقول لكم 40 دقيقة 45 دقيقة، أو خلي بالكثير ساعة واحدة تكون جاهزة. وحضروا استكان شاي وياها تخبل. شوفوا من داخل قد حلوة. أنا أحب الخفيفة، أكو ناس يحبون السمينة. شوفوا المدورات سويناهم شوية ثخينة، والتانية سويناهم رفيعة أو خفيفة، اثنيناتهم يخبلون ويا الشاي. فقبل ما نكمل الفيديو أتمنى منكم كلكم تشتركون بالقناة وتنطوني لايك وتدعموني وتزون الفيديو لأقاربكم والأصدقائكم وتدعمون قناتي. وكل عام وانتم بألف خير وعيد سعيد إن شاء الله. الله يجعل أيامكم كلها عيد، والله يتقبل منكم طاعاتكم، ولا تنسونا بالدعاء. ومع السلامة.